للاسف الاهلي بقى معتمد على لعيب واحد بس، ودي بقت كارثه عمرها ما كانت موجوده قبل كده في النادي الاهلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم احمد الشريف من جول استوديو. الواحد بقاله كتير قوي ما اتكلمش، للاسف كان الواحد كان عنده دور كده محمده شويه، بس يعني الواحد بدا يرجع واحده واحده. وهحاول ان شاء الله اكون معاكم الفتره اللي جايه دي باستمرار ويلا بينا نخش بقى في الموضوع المهم جدا. نبدا من الماتشات السخنه جدا بتاعت الدوري الانجليزي. بداناها من ماتش ليفربول. اخيرا ليفربول قدرت ترجع في الشامبيونز ليج وتجيب 6 جوان، واديت لها ثقه شويه. انا قلت ان ال6 جوان بتوع الشامبيونز ليج دول ايه يعني، ايه فرقه كانت سهله بتلعبها، فمش مستوى مش قد كده. قلنا بقى هنشوف بدايه في الدوري الانجليزي هيعملوا ايه. الصراحه ما خيبوش الظن خالص، ونزلوا لعبوا نيوكاسل كسبوهم 3-1. وليفربول بدات ترجع واحده واحده. اي نعم هي بعيده عن المنافسه خالص كده كده ان هي تنافس على اول الدوري، بس بتزاحم وبترخم وبتقول انا موجوده، وبتزاحم في التوب فور، وعايزه تخش التوب فور عشان عايزه تخش الشامبيونز ليج السنه الجايه. وبجد هي لعبت ماتش كويس جدا قدام نيوكاسل، قدرت تكسبه بسهوله. في اول الماتش نيوكاسل كانت نازله، في اول الشوط كانت نيوكاسل نازله تفرض سيطرتها على الماتش. والصراحه كانوا عملوا كذا كوره يعني بتهدد فيها ليفربول، وجابوا جون الاول وافتتحوا التسجيل وعملوا زي خطوره على ليفربول. بس ليفربول قدرت ترجع بخبرتها وباللعيبه بتاعتها، قدرت ترجع وتسجل. واتيكيتي ده ما شاء الله عليه يعني لعيب جامد جدا، صفقه جامده جدا الصراحه، من يعني يعتبر اقوى صفقه اتعملت لليفربول لحد دلوقتي. هو الوحيد اللي قدر يعني يجيب حاجه، يجيب مفعول قصاد الفلوس اللي دفعت فيه. اللعيبه التانيه كلها صراحه، كل اللعيبه زي سواء ايزاك او كل اللعيبه اللي ليفربول اشتريتها في الترانسفيرز والانتقالات اللي فاتت، ما عملوش اي حاجه. فاتيكيتي ده الوحيد اللي فاهم حلال عليه الفلوس اللي اتدفعت. والصراحه بكل مره بيثبت ان هو لعيب قوي جدا. ولعيب طبعا من المهاجمين بتوع فرنسا زي كيليان امبابي وكده، اللي برجله واسع وبيقدر يخلص قدام الجون. طبعا هو مش من مستوى امبابي طبعا، بس هو الصراحه هو لعيب جامد جدا، وبيقدر يخلص جوه ال 18، وبيقدر يتمركز كويس جدا، وبيقدر يخلق لنفسه الفرص ان هو يقف في اماكن الناس تقدر تديله الكور وتديله الثروهات، يقدر ياخد الكوره ويروح يجيب بيها جون. وعنده ميزه كويسه قوي ان هو مجرد ما بيجي له الكوره هو يعني كل هدفه ان هو عايز يجيب جون، وجاب جو اكتر من جون، جاب جونين في الماتش بتاع نيوكاسل وكان هيجيب الهاتريك. بس ما توفقش وما عرفش يجيبها. بس هو لعب ماتش حلو قوي. ليفربول كلها صراحه الفرقه كلها لعبت حلو قوي. حتى ارن سلوت قرا الماتش بتاع نيوكاسل حلو، وقدر يقفل مفاتيح لعب نيوكاسل. يعني نقدر نقول في الشوط الثاني اكتر قدر يقفل لهم مفاتيح اللعب وقدر يفرض سيطرته. وصلاح انا الصراحه مبسوط له. هو مشكله صلاح الفتره دي بعد البطوله ان هو طالع نازل طالع نازل. بس انا بتمنى ان هو يرجع ويفضل مستمر على يبقى يفضل عنده استمراريه ويفضل يلعب. وهو صراحه مؤثر جدا صلاح في الملعب. اي نعم لسه مش عارف يفنش زي الاول، اي نعم لسه خطورته مش ظاهره، بس عمل اسيست الجون الثالث، عمل اسيست لفيرتس اللي جاب بيها الجون الثالث. وبدا يجري ويعمل تحركات وبدا يرجع يجري زي زمان. لسه الفينش مش احسن حاجه، بس واحده واحده انا متاكد ان صلاح هيفنش الموسم حلو جدا، وهيرجع وهيبقى بادئ الموسم الجاي بدايه قويه جدا. وربنا يوفقه ويكرمه. وليفربول كده بدات ترخم في التوب فور، وبدانا نشوف سيطره تاني، وبدانا نشوف هيمنه من ليفربول تاني. نخش بقى على ماتش ارسنال اللي قدروا يكسبوه بسهوله 4-0 في قلب ملعب ليدز. يعني الصراحه ليدز بدات الشوط الاولاني بكام لمسه كده، بكام شوطه، قلنا ليدز هتعقرب الماتش على ارسنال. بس برضه عم ارتيتا بيقدر زي ما قلت قبل كده بيقدر يقرا ماتشات بسرعه جدا، ويقدر يقرا المنافس ويقفل له مفاتيح اللعب بتاعته. وهو عنده الصراحه بيقدر يعمل حاجه حلوه جدا باللعيبه بتاعته، اللي هي عدم اللامركزيه اللي بتحصل ما بين اللعيبه، الروتيشن اللي بيحصل. جاله طبعا اصابه بتاعت ساكا اللي اتصاب قبل الماتش على طول في التسخين اللي قبل الماتش على طول. عقربت لارتيتا طبعا الحسابات وكده، لان هو الصراحه بيعتمد على ساكا بنسبه كبيره حتى لو ساكا مش بيجيب جون كل ماتش. بس ساكا من اللعيبه المؤثره جدا في منظومه ارتيتا ومنظومه ارسنال. وطبعا بس هو ارتيتا عنده البدائل، سواء تروسرد مادويكي، عنده ايزي، عنده كام لعيبه الصراحه يقدروا يستغلهم ويقدر يلعب بيهم مكان ساكا. طبعا ساكا ما يتعوضش، بس عنده اللي يقدر ينفع له منظومه اللعب بتاعته. ولحد دلوقتي بيقدروا يستغلوا الكور الثابته اللي جايبين لها مدرب مخصوص. يعني انا بحيي بجد اداره ارسنال ان هي جايبه مدرب، بس تخيلين جايبين مدرب بس كل شغلانته ان هو يدرب اللعيبه على الكور الثابته، كور الكورنرات، كور الفاولات. الكلام ده بقاله فتره طبعا، بس من اول الموسم بس بدأنا نشوفها بجد، اللي هو فعلا كل الماتشات اللي بتتلعب لارسنال
لازم يجيبوا جون على الاقل من الكور الثابته. يعني في هتلاقي فاول بيتلعب كورنر، هتلاقي ما شاء الله كل الكور الثابته بيعملوها حلوه. كل الفاولات بتتلعب حلو، كل الكورنرات بيقدروا يعملوا جامب. هم الصراحه اللعيبه بتاعتهم متميزه جدا بالكره الرأسيه، سواء جابرييل بقى، سواء ساليبا، سواء ديكلان رايس. كل اللعيبه عندهم سواء جيوكريس المهاجم بتاع، كل اللعيبه الصراحه عندهم متميزه يعني في الكره الرأسيه. وقدروا يكسبوا الماتش بسهوله ومتصدرين، وبعده الفرق بينهم وبين مانشستر سيتي 7 نقط بس. لسه طبعا مانشستر سيتي لسه عنده ماتش ما لعبوش مع توتنهام، لسه هيتلعب. فيعني لحد دلوقتي هم فارقين ولسه اول الدوري، ويعني شويه شويه واحده واحده بيقربوا الدوري ليهم طبعا. بس ارسنال كالعاده بتحط على كل الفرق اللي بتقابلها لحد دلوقتي، سواء في تشامبيونز ليج سواء في الدوري الانجليزي، عامله اللي عليها، واخده العلامه كامله الصراحه في كل حاجه. فمبروك ليهم. ونخش على اخر ماتش في الدوري الانجليزي اللي كان برضه كان بيضحكني جدا وكان متعه، الماتش بتاع ويست هام وتشيلسي اللي اتلعب في ملعب تشيلسي. الماتش ده يعني ويست هام طبعا انتوا عارفين ويست هام مستواها يعني سيء جدا الموسم ده، مش ويست هام بتاع زمان اللي كانت بتقدر ترخم على الفرق وكده. بس الصراحه نزلت قدام تشيلسي، ما كنتش متوقع كده خالص. نزلت قدام تشيلسي في الشوط الاولاني، خطفت جونين، طلعت من الشوط الاولاني 2-0. الشوط الاولاني طلعت بيه 2-0. قلت بس الماتش ده شكله هيتقلب على تشيلسي قلبه سودا، وشكل ويست هام هتعمل سكور، مع ان هي اصلا ماتشاتها زي الزفت ومش بتلعب احسن اداء، وعندهم اهم لعيب باكيتا راح فلامينجو البرازيلي واتباع. لسه طبعا هتكلم معاكم في موضوع الصفقات دي، هعمل لها حلقه لوحدها، وقريب جدا هتكلم معاكم في الترانسفيرز، وتبقى اول حلقاتي معاكم في الكلام عن الترانسفيرز والسوق، واعرفكم مين راح فين ومين جه منين والكلام ده كله. بس ويست هام نزلت الشوط الاول زي ما بحكي لكم، وجابت 2-0 على تشيلسي، وقلت الماتش ده هيتقلب. ما بين الشوطين في اوضه اللبس، حتى لما جينا سمعت كوكوريا وهو بيتكلم، والمدرب بتاعهم ليام بتاع تشيلسي، ليام لما كان بيتكلم يقول لك احنا نزلنا ما بين الشوطين حاسين ان في حاجه غلط بتحصل، حاسين اللعيبه بتاعتي مش مركزه. بداوا يتكلموا مع بعض وقالوا لازم يعملوا كامباك، وفعلا نزلوا الشوط الثاني ولعبوا حلو جدا الصراحه، مختلفين جدا عن الشوط الاولاني. لعبوا حلو جدا في الشوط الثاني وقدروا يعملوا كامباك ويقدروا كسبوا الماتش 3-2. بس الماتش حصل فيه معركه مع دبليو دبليو اي، فعلا كان فيه خناقه شوارع. الناس اللي ما شافتش اللقطه دي ترجع تتفرج عليها في ماتش بتاع تشيلسي ووست هام. حرفيا اداما تراوري، فاكرين الدبابه البشريه اللي اسمها اداما تراوري، جه وست هام وبيلعب دلوقتي في وست هام، وشفنا كانت معركه الكره عند الكورنر، مسك كوكوريا قال له بقول لك ايه، ابعد يلا من هنا يلا. مسكه حرفيا ولا كانه ماسك الدمبل بتاعه، حدفه كده حتفه، وراح مسك جواو بيدرو داخل يزق، قال له انت عبيط ولا ايه؟ راح دخل عليه وكان هيضربه. هو لعيب غبي جدا الصراحه، دبابه حرفيا. والموضوع علم ما بينهم لمصارعه قسما بالله، وده يمسك في رقبه ده وده يضرب ده بالبنيه وبالبوكس. باشا كان في مجزره في الماتش ده غريبه الصراحه. وحابب اقفل واتكلم على ماتش بتاع برشلونه والتشي بتاع الدوري الاسباني. برشلونه مستمره في الضغط، ومستمره في الهيمنه، وبتلعب الصراحه باداء كويس جدا. ولحد دلوقتي هانز فليك بيقدر يقرا الفرق اللي قصاده. والصراحه يعني برشلونه من نوع الفرق اللي ممكن يتخطف فيها جون في الاول. يعني لو اتفرجت على الماتشات اللي فاتت كلها، هتلاقي برشلونه ممكن يتخطف فيها جون ولا حاجه. ما حصلش الماتش ده، بس في الماتشات اللي قبل كده هتلاقي برشلونه بيخش فيها جون، بعد كده ترجع 4-1 5-1 6-1 7-1 يا باشا، لحد ما تقول يا بس. الماتش ده هم اللي بدأوا بالتسجيل برشلونة، بس قدروا يكسبوا قدروا يكسبوا الماتش عادي 3-1. والصراحة كانوا بيلعبوا أداء جماعي كويس جدا. أنا بيعجبني حتة الجماعية، وما بيعجبني حتة إن مفيش أنانية في اللعيبة. رافينيا بيباصي ليامال، ويامال يباصي لفيرمان لوبيز، فيرمان لوبيز يباصي لفيران توريس، وفيران توريس يباصي لراشفورد. باشا كله بيلعب مع بعضه، وكله فيه لعب. طول ما اللعب جماعي، وطول ما اللعب فيه الروح بتاعت التيم، وان احنا ايد واحده وبنلعب مع بعض، مفيش انانيه، مفيش اللي هو مفيش رجل واحد عن الماتش، كله بيلعب مع بعضه، هتلاقي دايما برشلونه بتقدم مستوى حلو، لان هي كلها خايفه على بعضيها، وكلهم عايزين يلعبوا لعب جماعي. لان الصراحه هو اللعب الجماعي ده هو اللعب الممتع اللي الواحد بيحب يتفرج عليه، لان هو ده اللي بيوصل وبيخلي تحس ان في متعه في اللعب كده واحنا بنتفرج الصراحه. قدروا يكسبوا الماتش عادي، ويقربوا الفرق تاني ما بينهم وما بين ريال مدريد، اللي لسه ريال مدريد لسه عندها ماتش متبقي ما لعبتوش. بس مبدئيا برشلونه بتنط وتتصدر لحد ما ماتش ريال مدريد يخلص. وبرشلونه لو فضلت كده بالطريقه دي، انا اتوقع يا هي يا ارسنال ممكن واحد فيهم ياخد الشامبيونز ليج. ولسه طبعا هنتكلم عن الشامبيونز ليج في الاسابيع الجايه، ولسه في بلاي اوفس وفي ملحق هيحصل وكده. هنشوف في متعه جايه قريبه كده، وهنشوف الدنيا تمشي على ايه.
بس كده حابب بقى انهي الحلقه واتكلم عن اخر حاجه حصلت. طبعا مش هننسى النادي الاهلي. هنتكلم طبعا، مش هتكلم كتير عن الدوري المحلي، يعني الماتشات المهمه بس اللي هتكلم فيها معاكم. بس حابب طبعا ما دام الاهلي، سواء الاهلي او الزمالك او بيراميدز بيلعبوا في افريقيا، يعني بيشرفوا مصر، لازم اتكلم عليهم. الاهلي كان بيلعب مع يانج افريكانز هناك في تنزانيا، قدر يتعادل 1-1 مع يانج افريكانز اللي كان لسه كسبه في القاهره. قدر يروح هناك في تنزانيا ويتعادل معاه 1-1. الماتش الصراحه كان معاه اقرب. ما بتكلمش عن الحكم كتير، مش عايز اتكلم عن الحكام كتير، بس الحكم كان مصعب الماتش شويه على النادي الاهلي. بس دخل فيهم جون، دخل في الاهلي كمان جون وكده، والموضوع كمان بقى اصعب شويه على النادي الاهلي. طبعا انتوا عارفين العقوبه بتاعت امام عاشور اللي حصلت، وان هو ما راحش مع البعثه السفر وما سافرش معاهم. طبعا حصل له عقوبه 1.5 مليون جنيه، مليون ونص جنيه مصري، واتوقف لمده اسبوعين وبيتدرب لوحده. فده طبعا اثر على طريقه اللعب بتاعت النادي الاهلي. طول عمرنا نعرف ان الفرقه ما تقفش على لعيب، وطول عمرنا نعرف الكلام ده كله. بس الصراحه هو لعيب مؤثر جدا ولعيب قوي جدا. الاهلي تعادل بالعافيه 1-1 وبقى معاه 8 نقط دلوقتي، والفرق بينه وبين التاني 5 نقط. التاني 5 نقط وهو 8 نقط، يعني فرق 3 نقط. لسه دور المجموعات ما خلصش، بس الاهلي كده بنسبه 90% هو ضامن التاهل، وهيتاهل عادي. مجموعه الصراحه قويه جدا، مجموعه حماسيه، وهنشوف الاهلي هيقدر يوصل لحد فين، وهنشوف بيراميدز برضه هتوصل لحد فين، لسه عندها ماتش هتلعبه. هنشوف الدنيا هتوصل لحد فين. بس كده، ده كان الكلام عن النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير. عايزين نوصل مع بعض السبسكريبشن لحد 1000 مشترك. معاكم ان شاء الله هنوصل، ويا رب الفيديوهات كلها تعجبكم، وبحاول اطور من نفسي واحده واحده. ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.